السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا حنحضر معكم كما راكم تشوفوا هاد العجينة. درت محاجب. لهنا درت 3 كيلات فارينة سميد رطب، درت نص كيلة فارينة عاونت بها برك، ودلكتو بالماء والملح وعجن. لميت العجينة ومن بعد دلكتها لنا كما راكم تشوفوا دلكتها حتى بدات طرية لينة كما راكم تشوفوا. هكا تحصلت على هاد العجينة تكون طرية، خليتها ريحت. بعد ما ريحت درت هكا كويرات صغار كامل ونزيد نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. هادو في الاول خليت غير العجينه ريحت ومن بعد كنخلي هادو. ولا انا نحضر الحشو تاع المحاجب. هو الحشو كل وحده واش دير، ماشي ضروري تلتزمي بالحشو تاعي. انا اللي درت بصل طماطيش، هذا ما كان. حبيتي تزيدي فيونداج كيما تحبي، وهي الاحسن تجيب بصل وطماطيش. هذا ما كان تشكتوكه بصل وطماطيش شويه حار، هذه هي الافضل. انا عندي راني طيبتها كما راكم تشوفوا. درت لها توابل، فلفل كحل، شويه عكري، شويه حار، والزيت والملح. ولا هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ريحوا هذوك الكرات انا نحل فيهم لهنا رقيق هكذا. كي تنحل ماش تقطع لي هكذا بيجو خفاف، ما تخليهمش خشان. لازم تحليهم رقاق، وكان تخليهم غير شويه خشان يجوك شابين. رقاق يجوا هكا شابين هكذا. اطويها هكذا، انا ندير هكا نطويها بجهه وندير هذاك الحشو. انا نفرشو هكا بيدي ماشي بالمغرب، كل واحد وحر في الطبخ تاعو. انا هكذا نسقمو بيدي ومن بعد كنزيد نطويها منا. انا درت شويه فرماج ونزيد نطويها هكا، ونزيد نرد هذوك الكوانات منا هكذا، ونزيد هكذا ونخليها بجهه تاني تريح. هذه نزيد تطلق روحها. نخدم واحد 5 ولا 6 ومن بعد كنبدا نطيب. هذه الزوجه حنزيد نخدمها معكم كما راكم تشوفوا. هكذا تحليها رقيق. نعاود لكم كامل من الاول المقادير. قلت لكم درت 3 كيلات دقيق رطب سميد، ودرت نص كيلة فارينة. نص كيلة هذيك الكيلة اللي كيلت بها سميد كيلت بها الفارينة. ودرت الملح، ما درت خميرة، ما درت حتى حاجة، ما خلاف الملح، ولميتها بالماء. هذا ما كان. وخليتها ريحت. كي ريحت قرصتها لبول صغار صغار، ومن بعد طيب ديك التكتوكه. ودوكا كما تشوفوا نخدم فيهم هكذا، نعمرهم ونخليهم يريحوا بجهه. ندير 5 ولا هكذا 4 ونبدا نطيب. انا ما نديرهمش كامل، ندير بالجهه هكذا 5 كما كتشوفي. حليتها طويتها بجهه، نزيد نطويها نزيد نطويها هكا تنغرق ونحطها بجهه. دوكا نروحو باش نبداو نطيبو. انا هذا ورق الطبخ راني مقطعاته مربعات، لكن نرفدها تجيني سهله. لي مبتدئه انا مضريه نرفد هكذاك، موالفه نرفد بلا ورق الطبخ، غير محسوب لي مبتدئه جديده ولا تحب دير وتقول لك كي نرفدهم يتكسلوا. عارفه سورتو الا كانت العجينه ماشي شاده روحها يتطلقوا رواحهم. هكذا تخبزيهم فوق هذا الورق تاع الطبخ هكذا كاريات هكا مليح. ترقيهم مع الاطراف. هذيك الحاشيه كامل رقيها بتجي خشينه. كي تجي خشينه ما يحبوش ياكلوها هكا. سورتو ديك الحاشيه بازي عليها، رديها رقيقه في الوسط نورمال، في الوسط العجينه رقيقه مع الاطراف. دوكا ترفديها هكاك بورق الطبخ وترمي في الطاجين. دوكا انا نصور لك كيف الطاجين. انا نطيب 3 ولا في الطاجين كبير هكذا. ندير 3 ونوريكم ندور التصوير الكاميرا تما تشوفوا. انا درت 3 واغيلا. انا غير نرمي هكذا. خليها سورتو الاطراف كما قلت لك بازي عليهم هكذا.
انا مقطعه زوج هذوك تاع الطبخ، نقيها. دوكا نروحو نشوفو كيفاش نطيبوهم. الا هنا ها هي المريد تاعي طيب هذاك الطاجين، هاني رميت هاد الحبه الاول، هاني صورت لك الاولى هكذا. غير ترميها وقلبيها، غير ما تخليهاش حتى تحمر، لا تجيك طريه. غير ترميها تحسيها شويه قبل ما تشديها، قلبيها تكون صفرة، ما داش فيها طياب كامل. هذه الزوجة منا هكذا. قلبي قلبي، ها هاي صفرة هكذا، تخليش تشد روحها هكذا وقلبيها يجوك شابين. الضو ضارب لي فما. وفي النهاية هاي وصفتي، نتمنى تكون عجبتكم وصفة المحاجب اللي حضرتها معكم اليوم. ها هي جو طريين شابين، ها شوفي طريين كيما يقولوا هكا وخفاف، كي ترقي العجينة والاطراف هذوك الواسية رقيهم طرايا، مانيش معمرتهم بزاف. شوفي حارين الله الله. وصفة هذه تاع نهار اليوم انا اللي درتها معكم، حضرتها محاجب حارين. نتمنى تكون عجبتكم وصفتي نهار اليوم. ما بقى لي غير نترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.